الإضاءة. الإضاءة هي المرحلة اللي أنت بتبدأ تضيف فيها مصادر الإضاءة للمشهد بتاعك، ومصادر الإضاءة دي هي اللي هتبدأ تنور لك اللقطة بتاعك. أحسن طريقة تعمل بيها الإضاءة لأي مشهد هو إنك تشوف الإضاءة دي بتتعامل إزاي في الواقع، وتبدأ تعمل زيها بالظبط في برنامج ال 3D بتاعك. على سبيل المثال، لو أنا بعمل إضاءة للقطة زي دي مثلا كده، ف انت لو بتعمل انتريور ديزاين، الاضاءات اللي ممكن تبقى موجوده في الواقع الاضاءه الخارجيه بتاع البيئه والشمس، ودي الاضاءه اللي بتبقى داخله لك من الشبابيك والبلكونات مثلا. بعد كده عندك الاضاءات المخفيه زي اضاءات بيت النور، اضاءات السبوتات والنجف والاباليك وهكذا. يبقى احسن طريقه ان انت تنور بيها مشهد داخلي زي ده هو ان انت تشوف المشهد ده بينور ازاي في الواقع او هينور ازاي في الواقع، وتبدا ان انت تعمل نفس الاضاءه دي بالظبط. طيب احنا في البروجكت بتاعنا هنعمل اضاءة لمنتج، فبالتالي احنا عايزين اضاءة تكون شبه الاضاءات بتاع الاستديوهات. من ضمن الاضاءات المشهورة في الاستديوهات حاجة اسمها 3 بوينت لايتنج، وببساطة ده معناه ان انت عندك 3 مصادر للاضاءة. في مصدر اسمه الكي لايت او الاضاءة الاساسية بتاعك، ودي بتبقى اقوى اضاءة في الاستوديو او في المشهد بتاعك، والهدف منها ان هي تنور لك اللقطة. بعد كده عندك اضاءه اسمها الفيل لايت، والفيل لايت دي الاضاءه اللي الهدف منها ان هي تقلل لك الحده بتاعه الظلال وتظهر لك تفاصيل اكتر في الموديل. بعد كده عندك اضاءه اسمها الباك لايت، ودي الاضاءه اللي بتبقى الى حد ما من الخلف او من ورا، والهدف الاساسي منها ان هي بتفصل لك الموديل عن الباك جراوند. لو رحت بصيت لصورة زي دي كده مثلا، انا فاتحها هنا الناحية التانية، فهتلاقي ان دي 3 صور. اول صورة دي متصورة بالكي لايت لوحده زي ما انت شايف، دي الاضاءة الاساسية بس، والظلال عندك لونها غامق وفي ظلال حادة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. بعد كده دي الإضاءة بالكي لايت والفيل لايت، فهتلاقي إن الظلال عندك بدأت إن هي حدتها تقل وبدأت تكون أفتح، وفي تفاصيل أكتر ظهرت في الموديل بتاعك. بعد كده الإضاءة بالكي لايت والفيل لايت والباك لايت علشان يبدأ إن هو يفصل لك الموديل عن الباك جراوند بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تعال بقى نبدأ ان احنا نشوف هنعمل الاضاءة دي ازاي في بلندر. طبعا انت لو جيت تنزل تحت هنا مثلا هتلاقي ان فعلا هي دي الاضاءات اللي بتستخدم في الاستديوهات، وهتلاقي صور كتير بتوريك الاضاءة دي بيتم استخدامها ازاي. لو انت عايز تفهم معلومات اكتر ممكن تبدأ ان انت تشوف صور زي كده. تعال بقى نروح لبلندر ونشوف هنعمل الاضاءة بتاعنا ازاي. اول حاجه عشان اشتغل على الاضاءات بتاعي انا عايز السكيل بتاع الكان او الموديل بتاعي يبقى ريل وورد سكيل، يعني عايز السكيل او الحجم بتاعه يكون واقعي. ليه؟ لان انت لو جيت مثلا تبص هنا، لو رحت الايتم وانا ماسك البادي بتاع الكان، هو تقريبا ارتفاعه حوالي 4 متر، وده مش واقعي خالص. وده هيخلي الاضاءات وتاثيرات الكاميرا زي الديبث اوف فيلد والموشن بلير ما يشتغلش معاك بشكل مظبوط. فاول حاجه انا همسك كل المودلز بتاعي كده، واتاكد ان البادي او الجسم اللي هو عليه موديفاير الجيومتري نودز هو اللي اكتف، وهبدا ان انا اقول له كنترول جي علشان يبقى كل الموديل بتاعي حته واحده بالشكل ده. لو جيت تبص هنا هتلاقيه ارتفاعه حوالي 4 متر. هبدا ان انا ادوس اس واعمل سكيل لغايه اما اوصل لتقريبا السكيل الواقعي بتاع الكان. هو تقريبا في الواقع بتبقى حوالي 15 سنتي، فانا هبدا اعمل سكيل. ممكن تدوس شيفت عشان السكيل بتاعك يبقى مور بريسايز او اكثر دقه، يعني حاجه بالشكل ده لحد ما اوصل في الزد ل 15 سنتي. وهبدا ان انا اقول له كنترول اي علشان اعمل ابلاي سكيل. اول لما هتعمل ابلاي سكيل هتلاقي المشكله دي حصلت، ان الوتر دروبس بقى حجمها كبير قوي بالشكل ده. وده طبعا لان انت لو ظهرت الوتر دروب فانت هتلاقي الوتر دروب اللي انت عاملها بقت دلوقتي تقريبا في حجم الكان. انت ممكن تعمل سكيل للوتر دروب دي وتصغرها، او ممكن بما ان احنا في الجيومتري نودز طلعنا التحكمات بتاعنا، فانا هبدا اقول له خليه لي المينيمم سكيل ده يبقى 0.01 مثلا، والماكسيمم سكيل 0.025. هتلاقي يعني السكيل قرب يظبط بس الدنسيتي مش مظبوطه. فانا هاجي هنا اقول له مثلا خلي لي الدنسيتي 100، ممكن اضرب ال 100 دي في 100 كمان بالشكل ده، فهتلاقي نقط الميه بدات ان هي تظهر، بس طبعا واضح ان السكيل كبير. فهاجي هنا اخليه الماكسيمم سكيل ده ممكن اخليه 0.01 مثلا بالشكل ده، واخلي المينيمم سكيل 0.005. فانا كده تقريبا السكيل بتاع نقط الميه بتاعي
رجع مظبوط تاني. تمام قوي. بعد كده انا عايز ابدا ان انا اضيف استوديو او باك جراوند وارضيه للمشهد بتاعي، فهبدا ان انا اقول له شيفت ايه، وهبدا ان انا اقول له نزل لي مش بلان بالشكل ده. ممكن اخلي السكيل بتاع البلان بتاعي يبقى مثلا 5 متر، يعني حاجه كده. هروح للايديت مود وهمسك الايدج اللي هناك دي، وهبدا ان انا اقول له اي زد، وهبدا ان انا ارفعها لفوق علشان دي تبقى الباك جراوند بتاعي. يعني ممكن نخلي ارتفاعها مثلا 300 او حاجه. هبدا ان انا اخرج بره الايديت مود، هروح اقول له حط لي بيفل موديفاير علشان عايز انعم الجزء اللي هنا ده. هزود الاماونت بتاعي، ممكن اقول له مثلا خليها لي 100. زي ما انت شايف البيفل مش شغال مظبوط، وده علشان انت محتاج تعمل ابلاي سكيل. هدوس كنترول A واقول له ابلاي سكيل، هتلاقي البيفل بتاعك بقى شغال بالطريقه المظبوطه. وممكن ازود السيجمنتس بتاعي بالشكل ده، هقول له خليهم لي 15 مثلا. رايت كليك وشيد سموز علشان الموديل بتاعي يبقى ناعم بالشكل ده. وممكن تبدا ان انت لو حابب تقول له حط لي سب ديفيجن سيرفيس، وكفايه ان هو يكون ليفل 1 في الفيو بورت والريندر. وعلشان ما ينعملكش الاطراف بالشكل ده، فانا هنزل هنا في الادفانس، وفي الباوندري سموز هقول له كيب كورنرز، فهتلاقي التنعيم اللي كان حاصل على الكورنرات بتاعك بقى مش موجود بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن برضو اجي هنا اروح للايديت مود وابدا ان انا اقول له كنترول ار واحط ايدج لوب تكون هنا كده مثلا، وكنترول ار برضو تاني واحط ايدج لوب من فوق، يعني علشان احاول ان انا احد من التنعيم بتاعي. وبكده الاستوديو بتاعي او الباك جراوند بتاعي بقى خلص يعني. طيب عايز ابدا بقى ان انا احط الكاميرا بتاعي، فهبدا ان انا اقول له شيفت ايه وهقول له نزل لي كاميرا بالشكل ده. وباي ديفولت الكاميرا بتبقى نازله واخده روتيشن، وبتبقى نازله بالمنظر ده كده. طبعا انت ممكن تبدا ان انت تيجي هنا كده وتقول له والله انا عايز احط الكاميرا بتاعي حاجه تبقى باصه على الموديل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وممكن تبدا ان انت تقول له كنترول الت 0، فهيشيل لك الكاميرا من مكانها ويحطها مكان ما انت باصص. خد بالك ان انت لو عندك اكتر من كاميرا في المشهد، يعني انا هاجي هنا كده وابدا ان انا اقول له شيفت ايه نزل لي كاميرا تانية بالشكل ده. لو انت دلوقتي جيت تقول له مثلا 0 علشان تروح تبص من الكاميرا، هتلاقيه ما بيبصش من الكاميرا دي. لو انت عايز تستخدم الكاميرا التانية في ان هي تظبط لك زاوية تانية، تبدأ ان انت تعمل منها ريندر مثلا وليكن الزاوية دي، وبدأت ان انت تقول له كنترول الت 0، هتلاقي ان هو ما حركلكش الكاميرا دي، هو حرك لك الكاميرا الاساسية اللي انت كنت مستخدمها. طب هو ليه عمل كده؟ علشان انت لو رحت هنا للتاب بتاع السين بتاعك، هتلاقي ان الاكتف كاميرا الاساسيه بتاع السين هي الكاميرا الاولانيه اللي هي فوق دي. طيب انا دلوقتي عايز اخلي الكاميرا الاساسيه الثانيه بتاعي تكون هي الكاميرا دي، فانا ممكن اعمل كده بكذا طريقه. اول طريقه ان انا ممكن ادوس على الاكس دي، فانا شلت الكاميرا من هنا، وهدوس على الاي دروبر وابدا اقول له خلي لي الكاميرا دي هي الكاميرا الاساسيه كده. لو انا مثلا قلت له انا عايز اعمل كادر من الناحيه دي، كنترول الت 0، هتلاقيه ساب لك الكاميرا الاولانيه في مكانها واستخدم الكاميرا الثانيه بتاعي. من الحاجات برضو اللي عايزك تكون عارفها، ان هتلاقي هنا جنب الكاميرا في ايكون خضرة كده. الايكون دي هتلاقي عليها هايلايت، او هو معلم لك عليها هنا. العلامة دي معناها ان الكاميرا دي هي الكاميرا الاساسية، او هي الاكتف كاميرا للمشهد او للسين عندك. لو انا حتى سبت الكاميرا دي وطلعت مسكت الكاميرا اللي فوق بالشكل ده، هتلاقي ان الهايلايت لسه موجود هنا، فدي علامة ان هي دي الكاميرا الاكتف. من برضو من ضمن الحاجات اللي انت تعرف بيها الاكتف كاميرا، هتلاقي ان الكاميرا الاكتف عندك المثلث اللي فوق ده سوليد كده او يعني مصمت، والكاميرا اللي مش اكتف هتلاقي المثلث بتاعها مش مصمت او هتلاقيه مفتوح بالشكل ده. ممكن بقى تطلع هنا وتقول له مثلا بدل ما انت تيجي هنا للسين وتقول له بالاي دروبر، ممكن كليكايه على الايكون الخضراء دي، فهتلاقي ان هي دي اللي بقت هايلايتد، وهتلاقي ان المثلث المصمت بقى على الكاميرا دي بالشكل ده كده. تقدر تغير الاكتف كاميرا بتاعك. طيب انا عموما مش عايز اظبط الكاميرا بتاعي بالطريقه دي، فانا همسح الكاميرات وهبدا ان انا اقول له شيفت ايه، هقول له نزل لي كاميرا. الت ار علشان اعمل ريسيت للروتيشن بتاعي يبقى 0 0 0، وهبدا ان انا اقول له جي واي رجعها لي ورا بالشكل ده. ار اكس عشان اعمل روتيشن على الاكس 90 درجه. وممكن ابدا ان انا ادوس 0 علشان اروح ابص الكاميرا، وابدا ان انا اقول له جي زد وارفع الكاميرا بتاعي لفوق. لو قلت له جي زد زد هيبقى بيتحرك على الزد اكسس بتاع الكاميرا نفسها، يعني حاجه بالشكل ده.
وممكن اجي هنا اقول له خليها لي مثلا على الزد ب8، واقول له خليها لي على الواي، يعني احاول اظبط فيها كده لغايه اما اوصل للحاجه اللي انا عايزها. ممكن اقول له خليها لي -70 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده. اعتقد ان انا كده الدنيا عندي بقت تمام. الجزمو او الشكل اللي بيعبر لك عن الكاميرا ده هتلاقيه كبير قوي، فانت لو رحت هنا للاعدادات بتاع الكاميرا بتاعك ورحت الفيو بورت ديسبلاي وبدات ان انت تصغر الحجم بتاع الكاميرا، ممكن تيجي مثلا تقول له خلي لي والله الكاميرا دي تبقى 40 سنتي، حاجه بالشكل ده. فانت بدات ان انت تصغر الجزمو او الشكل اللي بيعبر عن الكاميرا. طيب كده الكاميرا بتاعي بقت في مكانها المظبوط تقريبا، يعني مش عارف، ممكن ارجعها ورا شويه -75 مثلا، حاجه بالشكل ده. عايزين بقى نبدا نشتغل على الاضاءات بتاعنا. هنشتغل على الاضاءات، يبقى انا هروح للريندرد فيو علشان ابدا اشوف الاضاءات بتاعي. طبعا احنا لسه ال HDRI environment موجوده معانا، بس انا مش عايزها دلوقتي. فانا هروح هنا للايزي HDRI واقول له خلي لي السكاي سترينث بصفر، فهتلاقي المشهد عندك بقى ضلمه كده. انا بخليها بصفر علشان انا عايز ابدا اعمل 3 بوينت لايتنج بتاعه اضاءه الاستوديو اللي كنا بنتكلم عليها. هبدا ان انا اقول له شيفت A، وهبدا اقول له نزل لي اضاءه لايت، وانا هستخدم اريا لايتس. لو بدات اقول له جي زد وارفع لي الاضاءه كده، هتلاقي المشهد عندك رجع يبدا ينور تاني. هبدا ان انا اقول له اعمل لي روتيشن على الاكس 90 درجه، وممكن اصغر السايز ده مثلا اخليه 75 كده، وابدا ان انا اقول له جي زد ارفعها لي لفوق شويه. تعال نروح للبانل بتاع الايتم وهقول له جي واي رجع لي الاضاءه دي لورا بالشكل ده. ممكن تروح للكاميرا وتبدا ان انت تشوف تاثير الاضاءه دي على المشهد. ممكن اقول له خليك على الزد ب40 وخليك على الواي بسالب 75 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده كده. وهبدا ان انا اقول له والله علي لي الباور ده مثلا خليه لي 25. لو رحت للكاميرا وخفيت الاوفرليز هتلاقي ده منظر الاضاءه عندك دلوقتي. طيب بعد كده انا عايز اعمل كوبي للاضاءه علشان احط تاني اضاءه عندي، فهبدا ان انا اقول له شيفت دي علشان اخد منها كوبي، رايت كليك عشان ترجع مكانها، وهطلع فوق هنا للترانسفورم بيفوت بوينت واقول له استخدم لي ال 3 دي كارسر. طبعا لازم ال 3 دي كارسر عندك تبقى في النص هنا. لو انت بالغلط بدات ان انت تحركها بالشكل ده او هي اتحركت من مكانها، لو دوست شيفت سي هتلاقي الكرسر رجعت مكانها تاني، وشيفت سي بيعمل لك زوم على المشهد بتاعك بالكامل برضو. تمام، انا كده غيرت الترانسفورم بيفوت بوينت لل 3 دي كارسر، وال 3 دي كارسر عندي في النص. هبدا ادوس ار زد عشان اعمل روتيشن على الزد، وهقول له 90 درجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. لو رحت للكاميرا هتلاقي ده شكل الاضاءه بتاعك حاليا. تمام قوي. هبدا ان انا امسك الاضاءه دي تاني وهبدا اقول له شيفت دي اعمل لي ليها روتيت على الزد، المره دي سالب 90 بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني حاجه كده. لو بدات تروح للكاميرا هتلاقي ده منظر الاضاءه دلوقتي. ممكن بقى طبعا نبدا ان احنا نمسك الاضاءه دي. ماشي، انا عايزها تبقى 25 واط. ممكن امسك الاضاءه التانية دي وابدا اقول له قللها لي شويه، مثلا خليها لي 15، حاجه بالشكل ده. وتعالى نسيب دي زي ما هي دلوقتي، او ممكن نبقى نغير فيها بعدين، هنشوف القصه يعني. تمام قوي. همسك الثلاث اضاءات بتوعي وهبدا ان انا اروح للكاميرا وهخفي الاوفرليز، وهبدا ان انا اقول له ار زد، وابدا ان انا اعمل لهم روتيشن على الزد بالشكل ده علشان ابدا اشوف تاثير الاضاءات بتاعي لما انا ابدا الفها. لو انا طلعت بره انا بعمل روتيشن للاضاءه من عند ال 3 دي كارسر، فانا بالتالي لما بدوس ار زد هتلاقيه بيلف لك الاضاءات بتاعك بالشكل ده حوالين الموديل. فانا هبقى واقف في الكاميرا وهقول له ار زد، وهبدا ان انا اعمل روتيشن. ممكن تدوس كنترول علشان الاضاءه بتاعك او الروتيشن بتاعك يبقى بيسناب، يعني ممكن حاجه زي كده تكون مناسبه بالنسبه لي. واعتقد ان انا هقول له كنترول زد بالشكل ده. وتعالى نمسك الاضاءه دي نخليها -100، نبعدها 100 سنتي. وهمسك الاضاءه دي برضو احنا عايزينها على الواي بصفر، وهقول له خليها لي -100 على الاكس. وهمسك الاضاءه التانية اللي هنا دي واقول له خليها لي 100 على الاكس وصفر على الواي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني علشان نقلل من حده الاضاءه شويه. هبدا ان انا اروح للكاميرا بتاعي تاني، هخفي الاوفرليز ار زد وهدوس كنترول، وهبدا ان انا اعمل روتيت للاضاءات بتاعي. يعني ممكن حاجه بالشكل ده تكون مناسبه بالنسبه لي.
طيب جميل قوي. لو انت جيت تبص على الموديل بتاعك من فوق هتلاقي ان يعني الدنيا محتاجه برضو شويه اضاءه. احنا قلنا 3 بوينت لايتنج، بس ده مش معناه ان انت تلتزم بيه بنسبه 100% يعني. فانا هبدا ان انا اقول له، طبعا انت ممكن تمسك الباك لايت بتاعك وتبدا ان انت تقول له جي زد، ترفعه لفوق كده، وتبدا ان انت تقول له ار اكس اكس علشان تلفه بالشكل ده. بس هاجي هنا اقول له خليها لي ميديان بوينت ار اكس اكس عشان تلفه على الاكس بتاع اللايت او الاضاءه نفسها، وهتلاقيه بدا ان هو يزود لك الاضاءه فوق. بس انا بصراحه مش عايز اعمل كده، انا عايز ارجع الاضاءه مكانها تاني. وهبدا ان انا اقول له شيفت ايه، نزل لي اريا لايت، هقول له جي زد ارفعها لي على الزد لفوق. ممكن اقول له خليها لي برضو على ارتفاع 100، يعني حاجه بالشكل ده. وهروح للكاميرا فيو بتاعي او هبدا ابص هنا على الموديل، وممكن ابدا اقول له مثلا زود لي الباور 15 او على حسب ما انت شايفه مناسب. يعني ممكن اسيبه حاجه بالشكل ده كده. لو رحت للكاميرا هتلاقي ان انت عندك مشكلة واحدة بس دلوقتي، وهي ان الخلفية بتاعك من ورا هنا يعني لحد ما تحسها مظلمة. علشان نعالج المشكلة دي هبدأ ان انا اقول له نزل لي لايت تاني، اريا لايت بالشكل ده. هبدأ اقول له جي زد ارفعه لي لفوق، ممكن برضو اخليه 100، واقول له جي واي علشان ابدأ احركه على الواي، وهعمل له روتيشن على الاكس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن اقول له مثلا خليهولي 30 درجة يعني. تعال نقول له جي واي ونرجعه ورا شوية كده، هنخليه مثلا 150 يعني. هنشوف دلوقتي. وهروح للكاميرا بتاعي وهبدأ ان انا اخفي الاوفرليز وازود شدة الاضاءة بتاعي. يعني ممكن اقول له مثلا خليها لي 75. بس انا عايز اعمل حاجة دلوقتي. لو انت عايز الريندر بتاعك يشتغل على الجزء بتاع الكاميرا بس، دوس كنترول بي وامسك كده حدد الجزء ده، فهتلاقي الريندر شغال على جزء الكاميرا بتاعك بس. يعني هي الاضاءه دلوقتي ممكن تكون اتظبطت، بس انا يعني عايز اظبط الغمقان اللي موجود من ورا هنا ده. فممكن ابدا اقول له ايه، وديني كده للاستوديو او الباك جراوند والارضيه بتاعي. هدوس الت زد، همسك الفيرتسيز اللي هنا دول كلهم كده، وهبدا ان انا اقول له جي واي قربهولي من الموديل بتاعي اكتر. يعني ممكن حاجه بالشكل ده، واقول له مثلا خليها لي سالب، حركولي سالب 35. هخرج بره الايديت مود، وممكن امسك الاضاءه بتاعي، ابدا ان انا اقول له جي زد مثلا ارفعها لي شويه، جي واي رجعها لي لورا شويه بالشكل ده. هروح للكاميرا بتاعي واقفل الاوفرليز، هتلاقي ان كده الريندر بتاعك بقى شكله احلى بكتير. حاجه اخيره، وهي الاضاءه كده تعتبر خلصت. يعني انت كده عامل استوديو لايتنج 3 بوينت لايتس حلو جدا. بس لو انت رحت بقى للاتش دي ار اي بتاعك وفعلت السكاي سترينث، هتلاقي ان هو طبعا هي باي ديفولت بتبقى واحد، وواحد بالنسبه لنا هيبقى كتير. انا عايز بس الاضاءه بتاع الاتش دي ار اي تبقى حاجه بسيطه، بحيث ان هو يضيف لي حاجه تظهر في الريفليكشن. يعني بص كده، انا هخلي الاضاءه بتاع السكاي سترينث هخليها 0. هتلاقي في عندك هنا اجزاء اغمقت قوي. لو انت عاجبك التاثير ده ماشي، انا بالنسبه لي مش عاجبني. فانا عايز الاضاءه بتاع الاتش دي ار اي تكون حاجه بسيطه كده 0.4 مثلا، علشان يبدا ان هو يظبط لي الريفليكشنز بتاعي اكتر. لو انت حاسس ان هي كتير زياده عن اللزوم ممكن تخليها 0.2، يعني على حسب البيرسونال بريفرنس بتاعك. واعتقد ان احنا كده الاضاءه بتاعنا بقت مظبوطه. نقط الميه لو عايز تكبرها بقى او تصغرها او تعمل اي تاثير فيها. كده احنا خلصنا الاضاءه. الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نتكلم على الانيميشن. اشوفكم هناك، سلام.